جوي إلى قبرص الشمالية، وهنا دق ناقوس الخطر في أوروبا. دق ناقوس الخطر في أوروبا بشكل كبير جدا، لأنه السواحل القبرصية اكتشفوا فيها آلاف الأمتار المكعبة من الغاز اللي ممكن يغذي أوروبا خلال الفترة القادمة حتى تجهز المشاريع الأخرى. ممنوع الأتراك الاقتراب منها، فبدأوا الأتراك في الحشد أين؟ على الحدود التركية الآن، وبدأوا ببناء القواعد داخل الأراضي التركية. ماذا سوف يكون مصير قطر؟ يعني انتهت إيران، انتهت الأذرع الشيعية، خلص المشروع، انتهى الحركات الراديكالية السنية اللي كانوا بيستخدموها كلياتها. شو راح يكون قطر؟ أسعد الله مساءكم كل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. راح نبلش البرنامج باللغة العربية، ما راح أطيل كتير أيضا، لكن بدنا نتحدث ببعض الأمور الهامة للغاية واللي عم تحصل على الساحة الإقليمية. طبعا كتير من الأمور تحدثنا فيها، وخصوصا العلاقات القطرية التركية، وهذا تحدثت فيه قبل عدة أيام، واللي بتشوفوه أنتم الآن هو عبارة عن دق الإسفين ما بين قطر وتركيا. دق الإسفين ما بين قطر وتركيا، وهذا كان لابد منه أنه ضرب الأراضي القطرية. طبعا دولتين ضربت قطر، واحدة منهم إيران ضربت القواعد الأمريكية طبعا بالمسرحية اللي شفناها، والآن نتنياهو يضرب قطر أيضا مرة أخرى. بدنا نرجع للاتفاقية التركية الأذرية، وبدي أربطها بالأحداث اللي بتحصل حاليا. طبعا الاتفاقية الأرمنية الأذرية التركية كانت على معبر الزنزور، اللي تركيا تأمل أنه هذا المعبر ينفتح من الأراضي الأرمنية، طبعا من أذربيجان والدول السبعة الناطقة باللغة التركية، ومن ثم إلى أذربيجان، ومن أذربيجان الغاز الأذري عبر الأراضي الأرمنية إلى تركيا. وتحدثنا بشكل واضح أيضا أنه هنا تضرر المصالح الروسية، وهذا أمر هام للغاية. فتدخلت روسيا بشكل مباشر في أرمينيا وقتها، ونوعا ما أوقفت أو أعطت صورة بأنه هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بأي شكل من الأشكال. لكن يهم الولايات المتحدة الأمريكية أنه تبني قواعد عسكرية في أرمينيا، وهذا ما راح نشاهده خلال الفترة القادمة. خلال الفترة القادمة راح يتم الإعلان عن إنشاء قواعد أمريكية في الأراضي الأرمنية. طبعا أنا بدي أعرج على نقطة هامة أيضا للغاية، أنه التقارير الاستخباراتية التي كانت تخرج خلال الأيام اللي فاتت كانت تؤكد بدخول أكثر من 10,000 عسكري تركي إلى قبرص الشمالية التركية، وهذا انذار بالخطر كبير جدا، خصوصا بالنسبة لإسرائيل. فلا أستبعد ضرب قبرص الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا كمان بعطيه نظرة شخصية مستقبلية للفترة اللي قادمة. تركيا أدخلت أنظمة دفاع جوي إلى قبرص الشمالية، وهنا دق ناقوس الخطر في أوروبا. دق ناقوس الخطر في أوروبا بشكل كبير جدا، لأنه السواحل القبرصية اكتشفوا فيها آلاف الأمتار المكعبة من الغاز اللي ممكن يغذي أوروبا خلال الفترة القادمة حتى تجهز المشاريع الأخرى. طبعا الأتراك مباشرة دخلوا القوات تبعتهم إلى قبرص التركية،
أو القبرص الشمالية اللي دولة الغير معترف فيها دوليا واللي بتعترف فيها تركيا لوحدها. وهنا الخطر اللي محدق راح يصير على مصر وعلى إسرائيل واليونان. فتلك الأنظمة الموجودة فيها أعتقد أنه خلال الفترة القليلة القادمة تقوم إسرائيل بقصفها، أنظمة الدفاع الجوي اللي أدخلوها والقواعد التركية اللي موجودة في قبرص، وتتوجه الحرب اتجاه البحر المتوسط. وهذا أمر مهم للغاية، لأن الأتراك هنا يريدون قطع الطريق على إسرائيل نحو أوروبا عبر قبرص ومنها إلى اليونان، والمشاريع اللي مستقبلية وطرق الطاقة لن تتحقق إلا بخروج الأتراك من قبرص. وهذا ممكن يفعل المعاهدات الدولية القديمة بالنسبة لقبرص، لأنه ما في دولة معترفة بقبرص الشمالية أبدا في العالم كلياته. وكان من المفروض أنه الاتحاد الأوروبي وقتها أنه يضع قبرص تحت البند السابع ويخرج القوات التركية حسب القانون الدولي من قبرص، لكن المصالح اللي كانت موجودة بسبب الحرب الباردة وهي تأجل موضوع قبرص إلى الوقت الحالي اللي احنا شايفينه. وهذا أمر يجب وضعه بالحسبان بشكل كبير جدا. طبعا كل المعابر الاقتصادية اللي احنا بنتحدث فيها والمعابر الطاقة اللي بنتحدث فيها، قطر لها يد في هذا الموضوع. قطر عرضت على النظام السوري في عام 2009 مشروع أنبوب الغاز القطري اللي رفضه بشار الأسد بإيعاز من روسيا طبعا. وقطر اللي كانت أكثر دولة تمول الثورة السورية، مو مشان سواد عيون السوريين ولا الشعب السوري أبدا، هي كانت تريد فقط إسقاط نظام بشار الأسد واستلام محل إخوان المسلمين لتمريق المشروع القطري أو مشروع الغاز القطري عبر الأراضي التركية باتجاه أوروبا. توجه تركيا نحو أذربيجان ومحاولة إنشاء طريق الغاز من دول القوقاز اللي تحدثنا عنها، اللي تتحدث السبعة باللغة التركية نحو أوروبا، هذا يعتبر بالنسبة للقطريين طعن في الظهر، لأن الأتراك وصلوا إلى قناعة أن إسرائيل لن تسمح لأي شكل من الأشكال بمرور أي مشروع طاقة من الأراضي السورية. شفنا إسرائيل سيطرت على الجنوب وعم تتقدم بريف درعا وراح تغلق الحدود الأردنية. هون بالحالة هاي كل المشاريع اللي كانت تحلم فيها تركيا وقطر سقطت. واتضح للقطريين بأنه الأتراك لا يستطيعون مواجهة الإسرائيليين أبدا. طبعا كان في لقاء في قاعدة حميميم قبل 3 أو 4 أيام ما بين الروس والإسرائيليين على الأراضي السورية، استمر لمدة 3 أيام تقريبا. أنا بقدر أكد لكم أنه تم الاتفاق على خريطة سوريا وتقاسم النفوذ على الأراضي السورية، توافق روسي إسرائيلي. شفنا بعدها مباشرة الضربات الإسرائيلية على القواعد التركية السرية اللي كانت تنشئها امبارح ريف حمص في الساحل السوري اللاذقية في مناطق عديدة جدا أيضا. وهاي لا يجرؤ الأتراك أبدا أنه يطلعوا للإعلام يقول لك الإسرائيليين قصفوا قواعدنا. هاي فضيحة بالنسبة للحكومة التركية أمام شعبها، وهي نقطة هامة للغاية. لكن كل القواعد التي ضربت البارحة وولت امبارح في الأراضي السورية هي قواعد عسكرية تركية قيد الإنشاء. طيب شو بنستخلص من هذا الموضوع؟ بسيط جدا. حمص، حماه، الساحل السوري وجنوب سوريا خطوط حمراء، مناطق نفوذ إسرائيلية روسية. إذن ريف حماه أو حماه وريف حماه باتجاه حمص
وريف حمص، وأنت ذاهب إلى الساحل السوري إلى جنوب سوريا، وحتى مدينة دمشق، هاي تعتبر خطوط حمراء إسرائيلية ممنوع الأتراك الاقتراب منها. فبدأوا الأتراك في الحشد أين؟ على الحدود التركية الآن، وبدأوا ببناء القواعد داخل الأراضي التركية، داخل الأراضي التركية باستثناء قواعد قديمة موجودة لهم في الأراضي السورية. لكن هنا بدنا نفرق بين القواعد العسكرية والنفوذ على حكومة أحمد الشرع. يعني بده يطلع العراق واحد هلا لا يفقه في علم السياسة شيء وراح يقول لي ما تركيا مسيطرة على سوريا وحكومة الشرع وكذا والأمور هاي كلياتها صح. أنا هنا بتحدث عن الخريطة العسكرية، بتحدث عن الخريطة العسكرية. طبعا الأخوة بتكتب لي مطار منخ، نعم مطار منخ سيتعامل مع الروس الفترة القادمة، لكن هذا الشريط اللي موجود واللي قلت لكم إياه، شرق الفرات، دير الزور، البوكمال، وانت طالع إلى ريف حمص، حماة، إلى أن تصل إلى ضمير دمشق، بالإضافة إلى الساحل السوري وجنوب سوريا، هاي خطوط حمراء مناطق نفوذ إسرائيلية. غير مسموح للأتراك بإنشاء أي قواعد عسكرية في هاي المناطق، وهي خطوة قائدة، وهي ما يذكرها الإعلام ولا يذكرها حدا نهائيا. لكن هاي من خلال المتابعة بتشوف وين عم يضرب هون ويضرب هون ويضرب هون. طيب ليش ما يضرب شمال سوريا مثلا؟ الأزرق لماذا لا يضرب شمال سوريا؟ لأنه مناطق نفوذ ليست إسرائيلية. هاي مناطق النفوذ الإسرائيلية حددتها إسرائيل بالضربات اللي ضربتها. إذا مسكت الخريطة السورية بشكل واضح وتشوف كل المناطق اللي ضربتها إسرائيل هي من دمشق وانت نازل ضمير، وانت نازل إلى حمص، وانت نازل حماة وريف حماة، ومناطق دير الزور أيضا ضربتها. فكل هذه المناطق ممنوع على الأتراك بأي شكل من الأشكال الاقتراب منها أو بناء قواعد فيها. تدمر طبعا هو ريف حمص، تدمر وريف حمص وقسم من وريف حمص وقسم من وريف الشام. فهذه المناطق ممنوع على الأتراك الاقتراب منها. نقطة. فهمنا هنا خريطة النفوذ. وتحدثت أنه قبل أشهر بأنه ستبدأ خريطة النفوذ على الأرض السورية، وهنا الأقوى سيكون له النفوذ الأكبر على الأراضي السورية. وبدأت الخريطة تتشكل بشكل واضح. اليوم شفنا مؤتمر أيضا للأخوة في الساحل في جنيف، طبعا هذا بإعاز روسي، والروس يجهزون للساحل على قدم وساق. كان في وفد روسي أيضا اليوم في دمشق. طبعا على الإعلام بدكم تشوفوا أنه سيقولون أن الحكومة السورية لها مصالح مع الحكومة الروسية واتفقوا على كذا. هذا كله كلام هراء بهراء، وخلونا نحطه على جنب ونشوف شو الروس كان بدهم من حكومة أحمد الشرع. أول شيء تم الضغط على حكومة أحمد الشرع بالنسبة للديون الروسية، وخصوصا ديون الاتحاد السوفيتي على نظام حافظ الأسد، لأن هناك ديون بمليارات الدولارات على حكومة حافظ الأسد قبل بشار الأسد. طبعا الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي هي روسيا، بالإضافة إلى الديون روسيا الاتحادية على حكومة بشار الأسد، وآلية جدولة تلك الديون ودفعها، ومصرة روسيا على هذا الموضوع. الشيء الآخر، الروس أعطوا تعليمات للجولاني بشكل واضح وصريح: في المرحلة القادمة أنت متأخر، لازم تخرج من الساحل السوري، لازم تخرج من الساحل السوري. وهذا راح يتبلور خلال الفترة القادمة، لأنه بأوامر تركية أبو محمد الجولاني تقاعس في الانسحاب من الساحل السوري وتسليمه رويدا رويدا للروس وأيضا لأهل الساحل. هنا ما بدي أذكر بشكل طائفي ولا الأخوة العلويين ولا الساحل بشكل عام. وطبعا هنا في توافق إسرائيلي روسي على الساحل السوري. وأنا ذكرت لكم بمناسبات عديدة جدا
بأن الروس أساسا قادمين إلى سوريا بغض النظر عن المشاريع الاقتصادية اللي وقفوها ومسائل المعابر الغاز من قطر إلى أوروبا أيضا لحماية إسرائيل. الروس والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين غير متفقين في أي مكان في العالم إلا في شيء واحد، وهو حماية إسرائيل. وأكثر دولة بتحمي إسرائيل حتى من الولايات المتحدة الأمريكية هي روسيا. وحنا نعرف في التاريخ أنه أول دولة دعمت في 48 وقبلها دعمت إسرائيل، وقتها كانوا يسمونها العرب الكيان الصهيوني، كانوا يسمونها بهذا الاسم، كانت روسيا الاتحاد السوفيتي. أول دولة قدمت سلاح لإسرائيل في العالم كله قبل أن تتحالف مع أمريكا أو الأمريكان يقدمون هم كانوا الروس. وحكيت لكم أنه الأمر متعلق بنصوص دينية قديمة أيضا في العالم كلياته مجمع على حماية إسرائيل. هذا موضوع أعتقد أنه لا يختلف اثنين معي فيه. المسألة الهامة للغاية، بدنا نرجع لموضوعنا، بعض الاجتماعات اللي حصلت في قاعدة حميم ما بين الروس والإسرائيليين واللي استمرت وقت طويل جدا، شاهدنا الضربات الإسرائيلية على القواعد التركية. يعني توافق روسي إسرائيلي أمريكي لضرب القواعد التركية في الأراضي السورية. أينما أنشأت تركيا قاعدة وحسوا فيها الإسرائيليين سوف يقومون بضربها. وشفنا الرادارات وقصة الرادارات والقاعدة في ريف درعا أيضا قبلها. طبعا يتحدثون عن اتفاقيات أمنية ومباحثات وهذا الكلام، هذا الكلام كله هراء. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إسرائيل تعمل اتفاقيات أمنية مع أحمد الشر، لا يمكن هذا الكلام. نفس نظرية اللي قلت لكم إياها قبل الآن وبكل وضوح، ليس من مصلحة إسرائيل إنهاء حركة حماس، وليس من مصلحة إسرائيل إنهاء حزب الله، وليس من مصلحة إسرائيل إنهاء الأذرع الشيعية الموجودة في العراق، وليس من مصلحة إسرائيل تفكيك إيران وقلب النظام فيه في الوقت الحالي. كل هؤلاء أدوات بالنسبة لإسرائيل وتستخدمهم. بالنسبة لحركة حماس، ما بدها تنهي حركة حماس وتخلي السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين. وقتها ما عندها شغل، بدها تروح تتفاوض مع السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس. لا، بخليهم هدول وخلي هذا ضعيف، وأتعامل مع الضفة الغربية لبين ما أضعف الضفة الغربية وأتحكم فيها أكثر. وشفنا الدعوات في الكنيسة الإسرائيلي اللي تصدر كل يوم بالسيطرة على الضفة الغربية. طيب أنت شو بدك تسيطر على الضفة الغربية وأنت أنهيت حركة حماس؟ هذا أمر هام للغاية. حتى في العراق، كيف لي أن أتدخل وأرسم الخرائط وكذا إذا أنهيت أنا الرأس تبع كل الحركات الشيعية اللي موجودة في العالم اللي هي إيران؟ كيف إذا أنا رحت وضربت إيران وقلبت الحكم في إيران وقسمت إيران؟ ما أنت إذا قتلت الرأس ماتت الأذرع، وأنا محتاج الأذرع. إذن بدي أخلي الرأس أضربه تشاكو تشاكوتشين وأدوخه، بس ما أنهي، ما أموته. نفس الشيء ينطبق على الجماعات الإسلامية الأخرى اللي موجودة، منها حركة إخوان المسلمين، تنظيم القاعدة، وأعطوا نفس لتنظيم القاعدة الآن ويمتد إلى الأراضي اللبنانية وطرابلس بالتحديد حتى تصير الذراع للمشاريع القادمة في المنطقة كلياتها. طيب نرجع للموضوع مرة ثانية. تم ضرب القواعد التركية السرية التي كانت تنشأ على الأراضي السورية. في اليوم الثاني تضرب قطر، وهذا أيضا توافق روسي أمريكي إسرائيلي على ضرب
قطر وحركة حماس اللي موجودة فيها حتى تنهي كل شيء اسمه مفاوضات. ليس من مصلحة نتنياهو أي مفاوضات. طيب الهدف الأساسي من العملية إيش هو؟ الهدف الأساسي من العملية هو إحراج الأتراك أمام القطريين. شلون؟ إسرائيل تعلم بأن هناك اتفاقية دفاع مشترك موجودة ما بين قطر وتركيا، وتعلم أنه هناك قسم من الجيش التركي موجود في قطر ومنذ سنوات طويلة جدا، وجاء هذا ليدافع عن قطر أمام الدول الخليجية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات. طيب هاي الاتفاقية الدفاع المشترك تحتم على تركيا الدفاع عن قطر إذا تعرضت لهجوم. قطر تعرضت لهجوم من إيران، تركيا اكتفت فقط بالتصريحات، والآن قطر تتعرض للهجوم وتركيا أيضا راح تكتفي بالتصريحات، لأنه تركيا لو قادرة أن تواجه إسرائيل كان واجهتها في الأراضي السورية، وهاي لعبة ذكية جدا من الإسرائيليين وعرفانين هذا الشيء. فضرب قطر وخصوصا قطر مستاءة من الأتراك وغاضبة من الأتراك بشكل كبير بسبب معبر زنزور، هذا سيدفع القطريين بأنه حلفنا مع الأتراك هو غير مجدي، وتركيا ليست قادرة على الدفاع عني، وبالأساس توجهت إلى مشاريع ضد مصالحي، فهذا سيؤدي إلى إبعاد قطر عن تركيا. طيب برجع بذكركم بكلام قبل أسبوع تقريبا أو أكثر، لما قلت لكم أنه قطر ستتوجه إلى إسرائيل وتتحالف مع إسرائيل وراح تترك تركيا. كان الكلام غريب. طب شو هي الطريقة؟ هاي هي الطريقة، هاي هي الطريقة تماما. طبعا راح نشوف هلا بعض قطرية سنرد سنعمل قانون دولي. لا يوجد قانون دولي بالنسبة لإسرائيل، لا يوجد قانون دولي بالنسبة لإسرائيل، لا يشملها القانون الدولي. الكلام هذا اللي بيحكوه الهراء وكذا، مئات أو عشرات القرارات اللي خرجت من مجلس الأمن ما يخص إسرائيل، سواء كان بالقضية الفلسطينية أو في سيناء أو مصر أو وادي عقبة أو الجولان السوري، لم يطبق منها ولم تمتثل إسرائيل للقرارات الدولية نهائيا أبدا. طبعا شفنا خلال الأيام اللي فاتت أيضا بيع مصر بعض الجزر على البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية والإمارات، لكن في حقيقة الأمر هي مو المملكة العربية السعودية اللي اشترتهم، هي إسرائيل. مين يذكر حلقة قبل عامين أو عام ونصف بالخرائط لما شرحت لكم قصة مضائق بن غوريون اللي بتحلم إسرائيل إنه تنشئ في المستقبل وتنهي قناة السويس؟ طبعا هون بالعرف الدولي مصر عندما باعت هذه الجزر خرجت تلك المياه الإقليمية من يد المصريين وأصبحت مياه دولية، لأنه عدة دول أصبحت الجرف الصخري بالنسبة لها للعمق تبع 100 ميل يمتلكها عدة دول. فهاي المنطقة شو بتصير؟ بتصير فيها إنه هاي المنطقة بتصير منطقة دولية، لا يحق لأي دولة أن تمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى أن تصل إلى قناة بن غوريون. وهو المضيق اللي بيدخل في قناة بن غوريون هون ما حدا يقدر يوقف السفن أو يفرض عليها ضرائب، لأنه أصبحت مياه دولية، فعدة دول تسيطر عليها. وهذا بدنا نحطه بالحسبان ونرجع لتلك الحلقات القديمة، نرجع لتلك الحلقات القديمة اللي شرحتها أنا خلال سنوات اللي فاتت اللي راح تطبق على الأرض الآن. فشراء الجزر المصرية مقابل ماذا؟ طبعا مصر باعت هاي غير المال، الوضع الاقتصادي السيء وكذا والأمور هاي كلها بنفهمه. هاي مصر اضطرت إلى بيع تلك الجزر عندما أعلن حميديت في السودان عن حكومة موازية للحكومة السودانية الموجودة، يعني تقسيم السودان، يعني دخول المنطقة في فوضى كبيرة جدا. هذا يعني إيش؟
هذا يعني أنه العاصفة تقترب من مصر رويدا رويدا ويتم محاصرتها. احنا لا ننسى أنه في 4 مليون سوداني موجود في مصر بعد الأزمة، ولا ننسى أنه جنوب مصر تقريبا كلياته بدا داخل مع السودان، ومصر دولة مستهدفة لا محالة، والتقسيم جايها لا محالة أيضا. وشفنا أنه هي محاصرة من الطرف الآخر من ليبيا. طيب الاقتراب اللي حصل ما بين تركيا وحفتر أيضا دق ناقوس الخطر في مصر، وحفتر ابنه شفنا بزيارة سرية إلى تركيا. وحدود غزة والضغط اللي بتقوم فيه إسرائيل على مصر لإدخال أهل غزة إلى مصر أيضا ضغط كبير جدا لا تتحمله الحكومة المصرية أمام الشعب المصري. فالحكومة المصرية الآن محاصرة من كل الجهات، وإدخال أهل غزة إلى الأراضي المصرية يعني نقمة الشعوب العربية والشعب المصري على الحكومة المصرية، وهذا سيؤدي إلى الإطاحة بالحكومة المصرية، وهي حقيقة أيضا. فالعمل على مصر يقوم بشكل خفي جدا، وخلال الفترة القادمة ممكن نشوف انفجارات فيها، وهذا أمر أيضا لازم أن نضعه في الحسبة. طيب، مثل ما قلت لكم شعرت معاوية ما بين كل المنظمات الإرهابية في العالم والغرب هي قطر. مهمة قطر هي أن تكون شعرت معاوية ما بين كل التنظيمات الإسلامية. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، هل القاعدة الأمريكية في قطر هي لحماية قطر؟ ولا هي فقط أن تكون قريبة من الحدود الإيرانية وحماية لإسرائيل؟ هي حماية لإسرائيل. القاعدة الموجودة في قطر هي ليس لحماية قطر ولا تتدخل في شيء نهائيا، هي عبارة عن حماية لإسرائيل فقط. فشفنا نحن أغلب الصواريخ اللي كانت تطلع من إيران على إسرائيل كانت تتعامل مع جزء كبير منها قاعدة العتيد الأمريكية اللي موجودة في قطر. وأيضا هي قاعدة إمداد لإسرائيل بالذخيرة، هي قاعدة إمداد إسرائيل بالذخيرة. هذا أعتقد أنه كثير منكم لاحظ هذا الأمر. طيب، السؤال الآن، هل إذا انتهت الحركات الإسلامية ماذا سوف يكون مصير قطر؟ يعني انتهت إيران، انتهت الأذرع الشيعية، خلص المشروع، انتهى الحركات الراديكالية السنية اللي كانوا بيستخدموها كلياتها، شو راح يكون قطر؟ قطر ما بقى لها لازمة بالأساس، ما بقى لها شغل نهائيا. قطر مهمتها هي تمويل الثورات في العالم العربي، تمويل الحركات الإسلامية، وتكون صلة وصل ما بينها وما بين العالم الغربي. لذلك أنا قبل فترة قلت لكم شرفت مهمة قطر إلى الانتهاء. ستضطر قطر الآن بالتحالف مع إسرائيل، والتحالف أيضا مع المملكة العربية السعودية والإمارات، وترك تركيا. وهذا الكلام أتحدث فيه سيحصل خلال الفترة القادمة، وأمر راح تشوفوه بأمهات أعينكم، لأنه المعادلات السياسية في الشرق الأوسط بدأت تتغير. وإحنا عم نشاهد الآن أنه إسرائيل أصبحت شرطي الشرق الأوسط، تضرب أينما تشاء وكيفما تشاء ومتى ما تشاء. إسرائيل الآن هي شرطي الشرق الأوسط،
ممكن تضرب السعودية، ممكن تضرب، لكن لا تضرب السعودية لأنه ما من مصلحتها. ممكن تضرب في مصر، ممكن تضرب قبرص اللي حكيت لكم عنها من شوي، ممكن تضرب تركيا حتى في المستقبل، ممكن تضرب أي مكان في الشرق الأوسط، إيران، يمن. وهذا الدور الإسرائيلي اللي بالمستقبل راح تلعب فيه بشكل كبير جدا. فإسرائيل الآن أصبحت شرطي الشرق الأوسط، تتصرف كما تشاء، تعتقل من تشاء، تسجن من تشاء من الدول، تضرب من تشاء. وهذا أمر بدنا نحطه في الحسبان. إذن من خلال الحلقة في 3 مواضيع هامة للغاية. مناطق النفوذ الإسرائيلي على الجغرافيا السورية أصبحت تتوضح وأصبحت واضحة تماما. هاي المناطق ممنوع على الأتراك دخولها بأي شكل من الأشكال عسكريا، هنا أنا أتحدث، وبناء قواعد فيها. جنوب السوري، الساحل السوري، دمشق، حمص، ريف حماة، ريف دير الزور، بالوصول إلى شرق الفرات. هذا بدأ واضح، بدأ واضح. إذن أي تحرك لقوات سوريا الديمقراطية بهاي المناطق صار راح يعطيها أريحية. أي فقط كلمة فقط، ما راح أعقب عليها كثير. يعني إذا حصل أي ما حصل كذا، المناطق هاي دخلت عليها قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت عليها كذا، راح تكون ممنوع على الأتراك الاقتراب منها، ممنوع على الأتراك ضربها. سيكون التعامل معها بشكل مختلف سواء من الروس ومن الإسرائيليين. هلا شفنا امبارح اللي حصل في تركيا أيضا، الأحداث إذا شفتها، ضرب بالقواعد التركية، مظاهرات في تركيا، اليوم ضرب قطر، الاجتماع الروسي الإسرائيلي في قاعدة حميميم، كلياته هل له ربطة واحدة، حبكة واحدة، ولا هي مختلفة عن بعض ومكان ما له علاقة بمكان آخر؟ طبعا أنا تحدثت لكم عن دخول الأتراك بشكل سري وبناء قواعد في قبرص الشمالية مقابل إسرائيل في حال اندلاع حرب ما بين الأتراك أو ضربات تركية، ضربات إسرائيلية إلى تركيا في المستقبل القريب في البحر المتوسط، ستتعامل مع القواعد الجوية التركية الموجود في قبرص الشمالية. وبرجع بكرر هذا الكلام وأنا متأكد منه، أنه لا أستبعد ضرب قبرص الشمالية وقواعد التركية الموجود فيها خلال الفترة القادمة، بافتعال حرب قبرصية ما بين القسم اليوناني والتركي، وتقوم بعض القوى اليونانية الأوروبية أيضا بمساندة قبرص اليونانية والدولة الزرقاء بكل الأحوال، وضرب القواعد التركية. نعم، حرب الوكالة. وهذا طبعا راح يأثر في الساحل السوري بشكل كبير جدا، لأنه هنا ستتوضح خريطة الساحل السوري خلال الفترة القادمة. ومثل ما قلت لكم وبكشفها، الاجتماع اللي حصل ما بين الروس وحكومة الشرع كان لإلقاء الأوامر على حكومة الشرع. اجى الشيباني لعندنا على موسكو وأعطيناه تنبيه وأن أنت لازم تنسحب من الساحل، والساحل بده يتحول إلى منطقة حكم ذاتي أو فيدرالية أو لا مركزية، ولازم تنسحب. وإلى الآن أنت ما نفذت. طبعا هنا الضغوط على أحمد الشرع كبيرة جدا من الأتراك بسبب الساحل والمماطلة فيها، وهو واقع بين كل هاللاعبين. يعني أنا متأكد أحمد الشرع الآن يقول في قرارة نفسه إيش بدي بالسرعة هاي، وإجوا عرضوا علي وقالوا لي تعال أنت استلم الشام، لو ضل بإدلب أحسن لي. يعني واصل لهالنتيجة هاي. طبعا امبارح صدر قرار أو لم يمرق قانون رفع العقوبات عن سوريا، عقوبات قيصر، في مجلس النواب الأمريكي. ومجلس النواب الأمريكي يرفض أنه يرفع العقوبات على سوريا. وهذا رح يؤدي إلى إيش؟
ازدياد الضغط على أحمد الشرع بشكل كبير جدا. تتذكروا لما كان بيوقع اتفاقيات اقتصادية وهنا وهناك، ونقول لكم هذا مين بيحط بإيده قلم بيوقع وبعدين يتحادث. كل الاتفاقيات الاقتصادية هي كانت اتفاقيات وهمية وعبارة مذكرات تفاهم، حبر على ورق، من دون رفع العقوبات الأمريكية على سوريا. لن يسمح نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، حتى ولو كانت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية نوعا ما مع سوريا، بأن ترفع العقوبات على سوريا. وهذا قاعدة، وهاي خذوها أيضا قاعدة، لأن المشروع ما بيتنفذ إذا سوريا رفع عنا العقوبات وبدأت شركات بالدخول إلى سوريا وإعادة الأعمار والكلام هذا اللي بيتحدثوا فيه. هذا الكلام كله وهمي. وشفنا أنه أحمد الشرع لما علم بأنه العقوبات لن ترفع، وعلم أنه ما في أموال راح تتدفق على سوريا، وعرف أنه الشركات ما هو اللي دافنينها مع بعض هم الأتراك والقطريين، يعني كلها شركات وهمية، توجه بإيش؟ بصندوق التنمية اللي شفناه الشحادة، وبلشوا بالمناطق، حملة حمص، حملة درعا، حملة دير الزور، حملة كذا وكذا وصندوق وكذا. هل تعلمون بأنه الصندوق لم يدخله سوى 65,000 دولار، والرقم هو 65 مليون دولار؟ هل تعلمون بأن سوريا تحتاج إلى 5 تريليون دولار لإعادة أعمارها؟ ف65 مليون دولار ما بتكفيهم يوم واحد للحكومة. الأمر الهام جدا أيضا، شرفت المنحة السعودية على الانتهاء، ولن تجدد المملكة العربية السعودية الأموال لأحمد الشرع مرة ثانية. قطر ما بقى راح تدفع بعد ما أكلت الضربة من الإسرائيليين، وحست بخيانة تركيا أيضا. فالوضع بالنسبة للشرع أصبح مزري جدا حقيقة، وكل اللي بتشوفونه إلى الآن هو عبارة عن وهم، عن وهم وبيع وهم للشعب السوري. وهذا الشعب طبعا أنتم، أنا ما بقول الأغلبية، لكن هؤلاء المطبلين اللي كانوا يبصموا كلياتهم لحافظ الأسد وبشار الأسد بالدم في الانتخابات، هم نفسهم اللي بيطبلوا لأحمد الشرع الآن. يعني ما فرقش كم سنة مو بيناتنا، يعني آخر 10 سنوات والله صاروا معارضة وصاروا كذا وصاروا ثورة وصاروا كله كان مشان المال القطري. لكن هم نفسهم اللي كانوا يطبعوا لبشار الأسد وحافظ الأسد من قبله وينتخبوه بالدم، هم نفسهم اللي بيطبلوا لأحمد الشرع الآن بفوارق زمنية. وهذولا مين ما بيجي على الكرسي مطبلين. هذولا ما عارفين شو اللي عم بيصير في سوريا حقيقة. ولا هامهم أساسا اللي بيحصل في سوريا، ولا هامهم أساسا اللي بيحصل في سوريا. بدي أقول لكم كلام، أحمد الشرع لم يأتي إلا بمهمة، مهمته لسه ما انتهت لكن اقتربت من النهاية. مهمته لسه ما انتهت ومحتاجينه. وشفتوا انتوا التصريحات الأمريكية شلون تبدلت، وأوروبا بعدت خطوات كثيرة عنه الآن. وكل اللي بتشوفوه حاليا، يعني حتى لدرجة انه صار يطلب الدربكشية اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى يعمل حدث في سوريا، والحفلات اللي بيعملها والأمور اللي بيعملها، هذا كله هذا هو نفس أسلوب حكومة البعث سابقا. تتذكروا أعزائي المشاهدين لما كان بوقت حافظ الأسد المسيرات اللي كان بيطلعها من المدارس إلى الموظفين وكلياته إلى الأبد إلى الأبد، ومسيرات ودعم وكذا، نفس هذا الأسلوب لكن بشكل مختلف.
بشكل مختلف عن هذاك الوقت. وهذا الشعب متعود على هيك، هذا الشعب متعود هيك، لازم تلهيه. والدبكات بالانتخابات بالشوارع وقدام المدارس والمركز الثقافي اللي كانت بتصير ومطربين هلا نفس الاسلوب هذا تماما. لكن هذا بوضع مزري اكثر، على الاقل وقت هؤلاء الثانيين المجرمين كان في نوعا ما اقتصاد، كان في موظفين، كان في رواتب، كان في الناس تقدر تاكل. حاليا انت مضطر تنزل على الشارع وتطبل وترقص بس انت بطنك جوعانه وما عندك شيء بالبيت. هاي المصيبه اللي حاصله الان. على كل بدي ارجع للموضوع السياسي. احمد الشرع مثل ما قلت لكم لديه مهمه، ومهمته لم تنتهي لكن شرفت على النهايه. يعني بده يسالني واحد كم يعني ممكن وهاي لاخر السنه؟ لا، ممكن للشهر الرابع، ثالث، رابع، وتنتهي مهمته بشكل نهائي لأسباب عديدة. وأهم الأسباب الأسباب الاقتصادية حقيقة. فكل من يظن بأنه سوريا ممكن ترجع مثل قبل هذا انتهى. سوريا عمليا مقسمة، وأنا حكيت عن التقسيم ونزلت خرائط، و4 سنوات أتحدث بهذا الموضوع تماما. ليش؟ لأنه كنت شايف أنه سوريا ذاهبة إلى هذا المحل لا محالة. طبعا برجع بذكر تركيا هنا بالموضوع لأنه لاعب أساسي أيضا في المنطقة كليتها، لكن هو أضعف اللاعبين الموجودين. تركيا هي أضعف اللاعبين الموجودين على الساحة تماما. تركيا أضعف من روسيا، وأضعف من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضعف من إسرائيل، وأضعف الدول كلها. اللي بيتحالف مع الضعيف سيكون ضعيف وخاسر. هذا قاعدة في العالم كلياته، اللي بيتحالف مع الضعيف بيكون ضعيف. سويداء متحالفة مع إسرائيل، فهي تضرب بقوة إسرائيل. شوف اخواننا في الساحل متحالفين مع الروس في المستقبل وراح يضربوا بقوة الروس. شرق الفرات متحالف حقيقة مع أمريكا وفرنسا وبريطانيا. الشمال السوري والسوركين هدول اللي موجودين متحالفين مع أضعف الضعفاء. وهذا الأمر كمان الأقدار لعبت دور كبير جدا ورسمته في المنطقة أيضا. لكن سيكتشف كل الناس بأن الأتراك أساسا ضحكوا عليهم. فبتلاقي أغبياء بيطلعوا شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك نحن ما نحب تركيا، بس تركيا ساعدت الشعب السوري، استقبلتهم. تركيا يا غبي أكثر المستفيدين من الثورة السورية دخل إلى البنك المركزي التركي مليارات الدولارات من الشعب السوري. أوروبا كانت تدفع 6 مليار، قطر كانت تدفع عشرات المليارات الدولارات. أموال الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات اللي كانت بتدعم فيها كلها كانت تدخل على الخزينة التركية. تركيا ما قدمت لك شيء أنت كشعب سوري، بالعكس. وجودك أنت في تركيا كان بالنسبة للأتراك استثمار، واستثمروا فيك كتير واستفادوا وما أعطوك شيء. واللي بيطلع بيقول والله الأتراك استقبلوا الشعب السوري، الأتراك كانوا مستفيدين من الشعب السوري ودخلهم. في دول تانية مثل لبنان ما استفادت، دخل عليها سوريين 3 مليون وكذا، وهاي ما استفادت استفادت، لكن ليس مثل الأتراك. الأتراك خبثاء جدا وعرفوا يلعبوا على العمل الإنساني والعامل العسكري أيضا. وبيطلع واحد تركي أحمق وبيقول لك نحن متحالفين مع تركيا لأنه تركيا هي الوحيدة اللي استقبلت الشعب السوري. تركيا هي الوحيدة اللي وقفت مع الثورة السورية. تركيا ما كانت واقفة مع الثورة السورية. تركيا
كانت تستثمر فيك وتاخذك على استانا وتاخذك على سوتشي وعلى الدول هاي كلها كانت استثمار مع إيران ومع روسيا ومع كذا وكذا.